السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم فيديو جديد ديال الشباكيه مع العواشر والتحضير ديال الشباكيه هذا العام. غاد نعطيكم المقادير باش تجيكم الشباكيه هشيشه وغزاله ما شاء الله وما كديفورماش، كتبقى في الحجم ديالها. بسم الله ندوزو المقادير. عندي كيلو ربع ديال الدقيق، عندي 2 معالق تاع النافع، 2 معالق ديال حبه حلاوه، عندي معلقه ديال القرفه، عندي واحد الخماره كيماويه 8 غرام، عندي شويه الملحه وضمات ديال الزعفران ديال الشعره، وعندي قبيصه د الخميره المعجونه، عندي كاس زنجلان وكاس ديال اللوز مطحونين، عندي كاس ديال الزيت البلديه وكاس ديال الزبده، كاس ديال المزهر، وعندي نص كاس ديال الخل، يعني كاس ما عامرش يعني نص كاس. غادي نبدا بالمقادير هما الاولين. كندير 2 معالق ديال النافع و2 معالق ديال حبه حلاوه يكونوا مطحونين ومزيانين مغربلين باش ما يبقاوش محببين، باش ما كيقطعوا لنا الشباكيه ملي كنكونوا كندلكوها. هنا عندي اللوز مطحون حتى هو وغربلته، يعني كيولي على شكل بودر ما كيبقاش صاين. هنا الجنجلان طحنته مزيان، يعني كاس عامر، حيت الجنجلان ما كيطحناش مزيان. دابا نقول لكم واحد السر باش تبقى طحنوه، حيت الجنجلان ملي كتبغي طحنيه خضر ما كيبغيش يتطحن، ضروري خصكم ديروا له واحد المعلقه هكا ديال الطحين ولا 2 معالق، وعاد ردوه كيتطحن. ملي كديروا له هذاك الدقيق كيتطحن مزيان وغربلوه، واخا يعطيكم هذاك كاس ونص غير ديروا، حيت نتوما في الاول كتعبروا الجنجلان كتعبروا كاس، يعني كاس صاين. ملي كطحنيه وتزيدي له داك الدقيق كيعطيك حتى الكاس ونص ديال الجنجلان المطحون، ولكن واخا هكاك غير ديروا هذاك المقادير كاملين. هنا نخلط الخليط مزيان، وديك الخميره والزعفران درتهم في المزهر باش كيذوبوا. على ما نخلط المقادير عاد نبدا نعجن. غندير واحد الكاس ديال الزبده اللي ما تخليوش فيها الحليب ديالتها، يعني كذوبها حتى كتولي نوازط. هنايا كاس ديال الزيت البلديه، غادي نخلطهم حتى نبسبسهم مزيان. من بعد غادا ندير المزهر نعجن به، وعندي صفر بيضه ما حطيتهاش في الاول، ما بانتليش من الاول. غادي نضيف صفر بيضه. علاش غنديروا غير صفر بيضه ما كنديروش بيضه كامله؟ حيت لا درنا بيضه كامله، حيت هذاك البيض ديال البيض كيدير لنا الكشكوشه ملي كنكونوا كنقليو الشباكيه. من الاحسن ديروا غير صفر بيضه، ما كيخلي لكمش هذاك الكشكوشه. غير صفر بيضه اللي غادي ندير. البيض كتحتفظوا به تديروه في شي حاجه اخرى، يعني ما كتضيعوش. غندير نص كاس ديال الخل، حيت الخل كيعطيها واحد الهشاشه زوينه. هنايا داك الزعفران والخميره درتهم دابو في المزهر، غادي نعجن بيهم صافي. غادي نبدا نخلط هكا مزيان، وغادي نكمل بالماء، يعني غنستعمل بالماء شويه بشويه حتى تجمع لي العجينه. ولكن عندكم تجريوها، سيروا معها غير بشويه حتى تجمع ليكم، حيت هي ما كتحتاجش بزاف ديال الماء، غير شويه د الماء صافي. يعني رشيشه وانتم كتعجنوا صافي. غنبقى ندير القياس هكايا حتى نعجنها ونرجع معكم. غادي ندلكها مزيان ونرجع صافي. هنا من بعد ما عجنت العجينه ديالتي عطيتها الدليك حتى عطاتني الطوع ديالتها، ما جريتها. شوفوا القوام ديالها كيجا، يعني فاش كتبركوها هكا يعني قاصحه بيديكم ما جارياش. حيت الا كانت العجينه طالقه راسها راه ما تعطيكمش توريقه زوينه وما تساعدكمش في التوراق وفي الشباك ديالتها. صافي انا كنقطعها قطع صغار باش غادي نكورها وندلكها صافي. كتقطعوا هكا القياس اللي بغيتو، كويرات صغارين هكايا. هذا هو الحجم اللي ديروه على القياس ديال يديكم. صافي بعد ما ساليتها غادي نخليها ترتاحي واحد شويه وغادي ندلكها. هنا غادي ندير المرحله الثانيه، كنورقها. ضروري هاد المرحله هذه خصكم ديروها، حيت الشباكيه شحال ما ورقتوها في الصراحه كتجي مجعبه وزوينه. هاد الطريقه هذه مزيانه، يعني كطويوها كتلقوا كتوليو طويوها، ضروري من التوراق ديالتها. عاوتاني غادي نطويها، وكتجيكم حتى في الخدمه سهله، يعني ما كتجيش صعيبه وكتقاد من الجناب وما كتبقاش شي خارج شي داخل، يعني كتقادوها وكتربعوها.
صافي غادي نزيد لها الطويه هذه فقط. صافي نسرحها شويه وغادي نقطعها دابا طريفات وغادي نحطها في البلاستيكه باش ترتاح ليا حتى كنكمل الكميه كامله. ومنين نبغي نبدا غادي نبدا في الاولى. هنا راني وجدت انايا من قبل يعني كلها طلقتها نفس الطريقه ودرتها هكا ترتاح. دابا غادي نبدا بالاولى اللي صيبت كنلقاها تلقات راسها وكتعطيني الطوع ملي كنكون كندلك. ضروري هاد المرحله ديروها. شتي كي كتجي مستطيله كتجي زوينه يعني كتلقيها مرتاحه. دابا غادي ندوزها في الوراقه. صراحه الماكينه كتساعد ديال التوراق كدير لها حجم واحد ما كتجيش شي حاجه عاليه وشي حاجه رقيقه يعني كتجي حجم واحد. كندوزها في رقم 4 وكنولي عاوتاني ندوزها في رقم 7. كل واحد على حسب الماكينه ديالته. كاين اللي على حسب الرق ديالو كاين اللي عنده في 9 كاين اللي في 8 كل واحد على حسب الماكينه ديالته. صافي انا قطعت لها الجناب وغادي نشرطها. القياس اللي بغيتو كتحسبوا 4 وتقطعوا على 5 اولا كتحسبوا 3 وكتقطعوا على 4. طريقه سهله بصراحه ما فيهاش شي صعوبه يعني غير المبتدئين لا تبعوا هذه الطريقه هذه راه غادي تنجح معاهم 100%. صافي كنهزو وحده ونخلي وحده عاوتاني كنرخي وحده اخرى ونهزو التاليه وكنلاقي هذيك الجوج اللي كنت رخيتهم كنلاقيهم وكنجمع في الوسط. صافي كنقرصها هكا في الجناب. ساهله ماشي شي حاجه صعيبه. صافي نفس الطريقه كترخي وحده وكتهزي وحده كتقلبيهم تلاقي ديك الريوس في الوسط تقرصيها من الجناب. صافي اما كديروا لها الطريقه هكا اولا دابا نوريكم واحد الطريقه كتقرصوا الجناب هما الاولى عاد كتقلبوه. اما كديروا لها بحال هكا اولا نوريكم طريقه اخرى بحال كيما درتوا لها هكا ولا هكا. هانتوما كتقرصوا الجناب هكا هما الاولى عاد كتقلبوا كتجي ساهله. صافي كتزيدوا شويه هكا في الوسط صافي وتقرصوا لها الجناب وها الشباكيه واجده معنا. هانتوما كتلاصقوا هاد الريوس مزيان كتبركوا عليهم صافي وكتقلبوها يعني الشباك ديالها سهله ما واعراش. الا درتو عينكم فيها راه دغيا تعلموها ان شاء الله يا رب. هكا ملي كتقرصوها هكا في الجناب وبالكم شي حاجه زايده حيدوها هكايا بالجراره ولا بالموس باش ما كيبقاوش هذيك الودينات خارجين بزاف. الا بغيتو نقدر ندير لكم شورت على الماكينه ديال التوراق باش تصدق لكم زوينه وتعرفوا تشريوها. غادي نوريكم كيف ديروا تشريوها باش تعرفوها بلا راها مزيانه خدامه مزيان. الا بان لكم الودينات هكا ديالتها طوالين ممكن تنقصوهم ما تخليهمش طوالين بزاف باش ما يجيوش طوال. نقصوهم بالجراره ولا بالموس. صافي هكا غادي نبقى كنشبك حتى نسالي الشباك وغادي ندوز معكم عاوتاني للمرحله التاليه ديال القلي. هذه هي الكميه ديال الشباكيه اللي شبكت يعني كتعطي واحد الكميه كثيره. دابا غادي ندوزو باش غادي نقليها ان شاء الله. تابعوني باش تشوفوا الطريقه ديال القلي ما تمشيو فيه. كتخليوها كتيبس شي شويه عاد كتبداو تقليو. هنا غادي نرد الزيت يسخن بعد ما نشفات ليا الشباكيه. دابا كنرمي الشباكيه ديالي وكندير وحده فوق وحده باش ما كديفورماش كتبقى زوينه هكايا ما كترخيش الورقات ديالتها ملي كديري وحده على وحده. دابا نوريكم وحده اللي رميتها غير بوحديتها كي خرجت منها. اما ملي كترميو وحده على وحده كتبقى بنفس الشكل ديالتها ما كتبدلش التشبيكه ديالتها. وبقى تحركوها غير هكا بشويه بشويه باش كتحمر من كل جهه. هنا غادي نهز واحد الوحيده باش تشوفوا. هذه رميتها بوحديتها شتي كي خرجت يعني كديفورما. اما هذه اللي رميت وحده على وحده بقات نفس التشبيكه شفتوا
ما كتخسر ما والو. هذه اللي رميتها غير بوحديتها، شتي كي كتخرج. تبقى ديروا هاد الطريقه غادي تعجبكم. هنا من بعد ما قليتها قليوها غير على العافيه مهيله، وغادي نرميها دابا في العسل ونخليها كترقد تشرب لينا العسل. وغادي نولي عاوتاني نقلي واحد المقله اخرى، ما نحيد هذيك اللي في العسل حتى تكون اللي في الزيت بدات كتحمر. الا شفتوا الزيت ديالكم سخن، اما زيدوا له شويه ديال الزيت اولا حيدوا المقله على البوطه حتى تبرد لكم شي شويه، وانتم خلاص كترميو الشباكيه وكتحيدوا المقله من فوق العافيه باش ما كتخطف ليكمش، وكطيب غير على المهل وكيدخل لها داك الطياب لداخل، حيت هي تبارك الله الشباكيه مقومه وفيها العشوب باش ما يتحرقوش. غادي نسالي القلي ديال الشباكيه والتعسال. ان شاء الله غادي ندوز للشكل النهائي. كنتمنى من الله تنال الاستحسان ديالكم وتعجبكم الطريقه اللي درت، وجربوها غادي تنجح معكم 100%. والصراحه جربت جميع الطرق ديال التشباك، من غير هذا التشباك هذا بصراحه كيجي هماوي وزوين، ونتمنى من الله يعجبكم. هذا هو النهايه ديال الشكل ديال الشباكيه ديالي. كندردر عليها شويه ديال الجنجلان، الصراحه كتجي لذيذه وزوينه، ونتمنى من الله تجربوها. صراحه الاضاءه بالليل ما عطاتهاش حق الكولور ديالتها، الصراحه جات مذهبه وزوينه ورائعه، ونتمنى من الله تعجبكم. غادي نقسم لكم وحيده باش تشوفوها كي جات معلكه وزوينه من الداخل، ونتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو. ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.